إفريقيا. الحقيقة تونس خسارتها متوقعة حتى باللي شتو نيجيريا هذه المهاجم من عندها. هذا مخلوق مولانا، أنا ما ننسى هيك ساعة مازال في نابولي. هذا المهاجم مازال في نابولي قط كردنا مباراة في دور الأبطال. ذاك النهار ورانا والقدري روديجر، رغم ان احنا بعد مدافعنا متين مضادلو غير ما عنده في شانس. بنادم نزال وسابق ومنادم سريع شر اللي قالوا له اهداف وفراسه هو لا هدف. انتم قبل شفتوا نزلوا منادم يلود الاهداف من يلا ما قالوا هدف ود الليله مدخل ثنائيه وصانع عود هاتريك بالصناعه الليله. غير هذا المخلوق من انا بعد انا تونس هي تخسر حقيقه، لكن تونس في الشوط الثاني لعبت بالو الحقيقه. تونس قدمت شوط ثاني 4 ساعة تقريبا 15 دقيقة، قدمت ليك 15 دقيقة بالو حقيقية، باس، تمريرات، الكرات الثابتة، الركلات الحرة. يعني تونس سيطرت المباراة ب 15 دقيقة التالية، سيطرت المباراة بشكل رسمي، هذا ما نختلف عليه. غير تونس خسرت الشوط الأول دفاعيا، يلو حافظت دفاعيا في الشوط الأول لا تخسر هاي المباراة الليلة. لو حافظ انتم نيت تتوقعون هدف قبيل خالق هدف منها تشيرا اللي هم راوش مع المهاجم يان سومير ذاك يلو ما خلالو يلو تقطع ليه ما خلالو يمرر ما يجي الهدف الثالث تمرك تعادل. غير هذا هو الكاتب مولانا، وإله مبروك حتى للمنتخب النيجيري، وهارد لك المنتخب التونسي ان شاء الله المباراة القادمة، رغم ان تونس يتأهل رسميا بإذن الله.